السلام عليكم البنات، صباح الخير. ان شاء الله تكونوا لاباس، اموركم هانيه وصحتكم بخير. شوفوا بديت لكم بالمنظر هذا الجميل، بسم الله ما شاء الله. هنا كانت 6 تاع الصباح، يعني انا بعد الفجر ما رقدتش، عاودت قريت الورد اليومي تاعي وتوكلت على ربي. حنشارك معكم وصفه كما نقولوا حنا المشوك ولا المعسله. شوفوا كنت جبت كاس تاع جوز ولا كاوكاو، ديروا واش يكون عندكم، صفار بيضاء، لافاني والمبشور تاع القارص، وزدت عليهم كاس تاع السمن ولا الزبده دايبه. انا هنا استعملت لابان. هنا خلطت هادو المكونات في المرحله الاولى تاعي، ومن بعد زدت عليهم قيمه نص كاس تاع السكر هكذا. زدت خلطته مع المكونات كامل حتى ينسجم لي الخليط بيان. ومن بعد راه البنات زدت عليه نص مغرفه صغيره تاع خميره تاع الكاطو. انا هنا كيلت عيني ميزاني، نتوما تحبوا تستعملوا الكيل كيما تساعدكم. ومن بعد البنات جبت الفارينه تاعي وقعدت نطم في لاباط تاعي. هنا ما رايحش تدي لكم الفارينه بزاف، يعني ردوا بالكم خاطر درنا كونتيتي صغيره. انا درت لي كاطو بزاف، كل يوم نزيد، يعني كل ما يوصلش العيد ما نحبسش. قلت لكم طميت انا لاباط تاعي بيان. حاولوا انكم ما تيبسوهاش هكذا باش ما تجيكمش من بعد يابسه. شكلتها البنات، جات كيما قلت لكم طريه. حرصوا لي على هذه. جبت انا الميزان تاعي، رايحه نوزن الحبات 30 غرام. تحبوا ديروها قل، يعني دو بريفيرونس ديروها قل باش تجيب لكم اكثر. ومن بعد البنات اكيد رايحه نرمدهم، نكمل لا كونتيتي اللي عندي كومبلي، ونرمدهم في بياض البيض، ونزيد في الكاوكاو هذاك المرحي. البنات نعطيكم استيوس برك، بياض البيض ما تخلطوش هكذا باش من بعد الكاوكاو ولا الحاله شغل كما نقولوا احنا ما تتغنجقش، تقعدوا تخدموا بنظافه. كمل انايا نرمد كما راكم تشوفوا هنايا، نرمدهم في بياض البيض ونزيد في داك الكاوكاو، نحطهم في لي كيسات. من بعد كي نكمل لا كونتيتي تاعي كومبلي، نديرهم دون ان بلاطو باش ندخلهم للفور. انا البنات هادو لي كيسات اللي استعملتهم غير باش نطيب بهم، باسكو هادو ما يخرجوش العسيله، يعني مجربتهم من قبل. شوفوا لي كيسات هكذا ملاح. ومن بعد البنات حطيت شعلت الفور تاعي يسخن على 180 درجه، دخلتهم يطيبوا. خداو لي واحد كلش نقولوا 20 مينوت. حطيتهم من بعد شعلت من فوق غير ياخذوا لك التحميره وخلاص. انا رشقتهم هنا بالحبه تاع الكاوكاو، نتوما تقدروا طيبوهم هكذا. ومن بعد تزيدوا لهم هذوك السوغيز. استعملت هنا هذه العسيله تاع المرجان. هنا بعد ما خرجتهم من الفور، شوفوا الله يبارك طابوا ما شاء الله. جبت هكذا هما سخونين لازم، والعسل بارده، قعدت نعسل فيهم هكذايا ونخليهم يشربوا العسل هذيك براحتها. ومن بعد نحيهم ونحطهم في كيسات تاع التقديم. وجيت نبدا في فطوري. انا البنات اليوم ما كان عندي حتى حاجه، هنا كانت وقيله 10 كملت كلش. جيت ندير فطوري. واش راح ندير انا البنات اليوم؟ راح ندير شوربه فريك كما راكم تشوفوا. كنت رحيت البصله تاعي والطماطم، حطيت مرصو تاع الدجاج ومرصو تاع اللحم، وجيت هنا ندوزنهم. واش درت انا؟ اول حاجه بديت بها الزيت، زدت الملح، القزبر كما راكم تشوفوا. الشوربه كثرت فيها. لا الجلبان درت شويه برك، الجلبان راح نديرها بلا صوص بلونش مع القرنون. درت البصله ومرصو تاع الدجاج، زدت الفلفل الكحل. قلت لكم الشوربه انا ندير كونتيتي كبيره تاع يومين، دونك نكثر لي زيبيس. وهادو البنات لي زيبيس سبيسيال تاع الشوربه فريك. ومع التالي خلاص زدت توابل الدجاج. نخلط كلش في بعضه، ومن بعد نحطهم يتقلاو. وخليتهم على نار هاديه وقيله نص ساعه ولا اكثر، يعني حتى ياخذوا حقهم في الطياب. ومن بعد مرقت هنا البنات زدت فلفل احمر والطوماط كونسونطري. هاكو تشوفوا هنا قشرت القرنون تاعي، دوزنت تاني لا فيونداشي هذيك وحطيتها معاهم هكذايا. قرن فلفل حار لازم باش يطلق البنه. والبنات ما كنتش صورت في الشوربه. من بعد كي حطيتها ومرقت درت الكرافس، حطيتهم هما تاني. ومن بعد سيديت هذه العشيه خلاص وجد فطوري. صليت الظهر قيلت شويه، العشيه خلاص دخلت الكوزينه. هنا كنت عيانه صراحه، درت لي سوفلي هادو هكذا برك، يعني تاع خفيف برك. واش درت؟ جبت الفخمه فروماج تارتيني، زدت لاصوص طوماط
ومن بعد زدت معاهم البنات الطون كما راكم تشوفوا هنايا، والزيتون وفرماج رابي وسكرتهم. تقدروا ديروا بفيوندا شي اي حاجه، سكالوب واش يتوفر عندكم. سكرتهم بهذه الطريقه، قفلت بالفرشيطه باش ما تخرجليش هذيك لافاغس تاعهم، حطيتهم يطيبوا يعني كأي، على بالي كامل تعرفوا لكن نحب نشرح معكم بالتفصيل. ومن بعد شاركت معكم الطاوله تاعي يعني بكل بساطه. وهنا البنات الحمد لله، وربي يرزق ان شاء الله الجميع واحد. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه.